هاي يا حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ انا زينب شحاتة. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو بنزله. بدأنا بقى في تجهيزات العيد وتحضيرات. عملنا النهاردة كحك العيد بطريقة حلوة جدا وبطريقة سهلة وكمان مظبوطة. المقادير مظبوطة جدا من الالف للياء بجد. هتعرفوا تعملوه لو اول مرة تجربوه. هنقول المقادير مظبوطة والتركات وكل المعلومات ازاي يطلع معانا كحك دايب كده. ويعني بجد اللي هيدوقه من ايدك هيقولك يعني بجد ايه الحلاوة دي. حقيقي تسوية مظبوطة وطعم مظبوط. يلا بقى نشوف الطريقة. اول حاجة هنبدأ بالحشوة. انا معايا هنا نص كيلو من حشوة التمر او العجوة. ضفت لها معلقتين من السمنة متسيحة سخنة، تكون يعني لسه مسيحينها كده، يعني تكون سخنة كده عشان لما تنزل على العجوة بتاعتي يعني تعجنها بسرعة يعني تسيحها كده مع بعضها واقدر اعجنها متبقاش ناشفة معايا. وضفت لها معلقة كبيرة من السمسم. ده بقى الملبن بتاعي. ضفت له برضو معلقتين من السمنة السايحة. هبدأ اعجنه برضو كده. وخلاص كده عجنت العجوة والملبن بتاعي وكده الحشوة بتاعتي. هبدأ بقى اشكلها الحجم اللي انتوا عاوزينه وعلى حسب حجم الكحكاية معاكم انتوا عاوزينها ازاي. بس احنا هنشكله هو والعجوة يعني حوالي من 5 ل7 جرام كده. خلوها 5 جرام عشان ما تبقاش معايا الحشوة كبيرة فاضطر ان احنا نكبر الكحكاية قوي وتطلع معانا الحجم كبير. خلصت كمية الملبن، ادخل بقى على العجوة. هشكلها برضو نفس الحجم كده. بس وكده كنت خلصت الكمية كلها. ممكن بقى نسيبها عبال ما نبدأ نجهز باقي التجهيزات بتاعتنا او يعني المكونات بتاعتنا عادي. المهم احنا كده خلصناها. نيجي بقى للمقادير بتاعتنا. انا هستخدم كيلو، يعني المعيار بتاعي كيلو. انا معايا كيلو من الدقيق متعدد الاستخدامات عادي جدا ورشة ملح. والسوائل بتاعتي معايا 100 جرام من المية و100 جرام من الحليب. ومعايا معلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين كبار من السمسم. ومعايا معلقة كبيرة بتساوي 10 جرام خميرة. وكمان معايا نص كوباية من السكر يعني 100 جرام. ومعايا بقى 600 جرام من السمن. السمن بتاعي كان خليط من السمنة النباتي والسمن الحيواني. سيحتهم كده مع بعض. السمنة بتاعتي بتكون دافية يعني سخنة مش مقدوحة يا جماعة، لا بتكون دافية عادي. معايا هنا بقى خليط المية والحليب. ضفت عليه السكر والخميرة وقلبتهم كده مع بعض. هنسيبهم بقى عبال ما يعملوا فقاقيع كده والخميرة يعني تتفاعل كده معايا. دي المكونات الجافة بقى. كيلو دقيق عليه رشة ملح وعليه البيكنج باودر والمعلقتين كبار من السمسم. هقلب كده المكونات الجافة كويس مع بعض. وبعدين هنزل بالسمنة بتاعتي دي 600 جرام خليط من السمن النباتي والسمن الحيواني. وسخنتهم كده يعني يدوب بس تسخين. وهنزل بيها بقى كلها. احنا مش بنحط سمنة مقدوحة يا جماعة عشان اكلها يعني في الاكل بتكون صعبة قوي وبتتعب يعني بتكون تقيلة. انما تسخين السمن بس يدوب كده بيخلي الكحك معايا دايب ودي احسن طريقة. ضيفوا السمنة كلها وما تقلقوش الدقيق بتاعكم هيشرب السمنة كلها. بس اهم حاجة ان احنا يعني نبس بقى السمنة مع الدقيق كده كويس جدا. يعني نقعد بقى فترة كده لان هي دي اهم تركاية للكحك. هنا بقى ممكن تستعينوا بصديق عادي. انا خليت ماما تضيف لي هي بقى الخليط بتاع المية والسكر والخميرة بعد ما عملت فقاعات كده. اول ما تضيفوا كده السوائل هتلاقوا العجينة معاكم بتتلم يعني سهلة جدا. ما تقلقوش من كمية السمنة في الاول. لما تحسوا ان هي معاكم سايلة عادي ابدأوا بسوا في العجينة وبعدين ضيفوا السوائل بتاعكم هتتلم عادي جدا. بصوا كده لما ناخد قطعة من العجينة ملهاش عرق، لا بتتقطع كده. بصوا لما نكورها ما تشققش معانا خالص. هوريكم دلوقتي. بص طرية جدا يعني ما شققتش خالص من يعني من كل الجوانب.
زي بعض كده، يعني العجينة بجد بتلمع. هنبدأ بقى في التشكيل على طول كده. انا باخد قطعة كده من العجينة، لو بالميزان هي هتكون 20 جرام، ولما نحط لها الحشوة بتاعتها تبقى 25 جرام 26 جرام، فكده يعني وزن متماثل جدا. انا ما استخدمتش ميزان ولا حاجة، يعني ميزاني هو ايدي كده وعيني. ضفت لها بقى اللي حطيت فيها قطعة الملبن اللي احنا حشيناها، الكور دي، يعني الكور دي بتسهل علينا جدا. وبعمل لها تجويف كده، وبعدين بحط فيها الحشوة وبقفلها، ببدأ ألم كده عليها تاني. باخد كده قطعة من العجينة، بس الأول ببدأ كده اللي هو أدمجها، يعني أعملها كده بين إيدي عشان لو فيها أي تشققات تلم. وبعدين بسويها وببدأ بقى أعمل فيها التجويف ده وأحط فيها الحشوة بتاعتي وألمها، وأبدأ بقى أسويها كده وأكورها برضو عشان تطلع معايا متساوية. وأسويها كده، أهم حاجة يعني تبقى مدورة كده. وده بقى يعني الشكل اللي انا بعمل بيه، هو اسهل شكل يعتبر ومتوفر عندنا كلنا. لو مش موجودة بالسكينة كده هتعملوا يعني خطوط عكس بعض، هيطلع معاكم الشكل ده برضو. دي بعد ما خلصتها عملتها بالملبل والعجوة. بعدين بقى يعني باقي العجينة هبدأ اشكلها بقى سادة، يعني عادي ممكن تكملوها باقي الحشوات. انا حبيت اعمل سادة برضو باخد كده العجينة وابدأ اعملها بين ايدي كده واسويها بس، واعملها بالختامة دي بس كده. طبعا بقى الكحك يعني نبدأ بقى يعني نطلع موهبنا كده فيه، ونعمل رسومات ونعمل الحركات بتاعتنا كلنا. انا بقى معايا منقاش كده اللي هو بننقش بيه الكحك ده، يعني بيكون حلو قوي وبيطلع اشكال حلوة. يعني تبدأوا كده ترسموا وانتوا يعني حاسين بمتعة كده. اعملوا الرسمة اللي تحبوها واللي تطلع معاكم. سواء هتنقشوا بالمنقاش او هترسموا اي رسمة بالختامة او يعني اي رسمة ترسموها. حاولوا تضغطوا كده على الرسمة وتبرزوها، لان هو لما بيستوي الرسمة بتبدأ تختفي شوية، بس لو انتوا ضاغطين تمام يعني الرسمة هتفضل ظاهرة معاكم عادي. ده شكل تاني برضو كده بالمنقاش. نسويها برضو كده. وكده كان التشكيلة السادة بتاعتي. ودي كانت الاشكال اللي انا عملتها. هدخلهم بقى الفرن، يعني التسوية بتاعتهم هتكون ايه؟ التسوية بتاعتهم فرن اوسط على حرارة 160 170 على حسب الفرن بتاعكم. ممكن ياخد معاكم 20 دقيقة 15 دقيقة، ممكن نص ساعة براحتكم. المهم لما يبدأ يصفر كده ونحس ان هو استوى خلاص من تحت، نبدأ بقى يعني نولع الشواية كده ياخد لون كده بسيط معايا. بس نخلي بالنا عشان هو يعني مش بياخد لون غامق، لا هو بس بيصفر كده وبيكون معايا لونه حلو جدا. التسوية سهلة جدا، انا اخد معايا 20 دقيقة، ممكن ياخد معاكم اقل او اكتر على حسب الفرن بتاعكم. نبدأ بقى نشكل احنا والبيت بتاعنا كلنا اطفال موجودين، يعني دي بتكون فرحة حلوة قوي. يعني كلنا بنستنى الايام دي سواء الكبير او الصغير. بصوا الكحكايه معايا متساويه، شكلها طلع زي ما هو، الرسمه ما اختفتش خالص، والتسويه كمان مظبوطه. بصوا مستوي من جوه ويعني بجد مظبوط جدا، وكمان دايب يعني حقيقي المقادير مظبوطه جدا، دايب وناعم كده معايا. حتى المحشي يعني اللي فيه حشوات مش هتحسوا ان هو ناشف كده، ولا الحشوه معاكم مجلده ولا محجره، لا يعني الحشوه طريه والملبل بتاعي طري وهو مستوي، وكمان الملبن ما خرجش مننا خالص ولا ساح ولا اي حاجه.
دي بقى الصينيه دي يعني العيله كلها اشتركت فيها وعملناها اشكال. ممكن الاشكال ما تطلعش متساويه ولا احسن حاجه، بس كفايه الاجواء وكفايه يعني الجو ده بجد يعني حلو قوي. مش لازم تطلع معانا بيرفكت يعني، عادي جدا. رشيت بقى عليها سكر بودر، دي اللي ساده، الكحك الساده رشيت عليه كده سكر بودر. هبدأ بقى انقله كده في طبق خارجي. ممكن انتوا بقى يعني ما تضيفوش عليه السكر بودر غير وقت التقديم بس. بصوا بجد يعني شكله حلو قوي، حقيقي شكله يعني يبان التعب والمجهود اللي احنا بذلناه كده. حقيقي الوصفة دي هتشرفكم، واي حد هيدوق منكم هيسألكم على المقادير. حقيقي تحفة. ولو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك، هستناكم تجربوها.